السلام عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. الفيديو ده بصراحة عاملاه من زمان، بس اتأخرت شوية على ما عملت له مونتاج لظروف طبعا كانت موجودة. بصراحة عملت شوية تفريزات كده كويسة، جبت كمية طماطم كده محترمة، يعني حطيتها في مية على البوتاجاز زي ما شفتوا كده في الأول. وطبعا خليتها تغلي كده كام غلوة لغاية لما القشرة بتاعتها بدأت تكرمش كده. وبصراحة سبتها في المية يعني شوية حلوين، يعني على ما بردت كده المية. وبعدين بقى انا بشيل القشر بقشره، وبعد كده بضربه بقى آه، بالهاند بلندر او في الخلاط. بيبقى سهل جدا عليا بقى بصراحة، ما بقعدش اصفي ولا حاجة، يعني بشيل القشر كده بسهولة وخلاص بضرب واروح معبية في اكياس بلاستيك وللتلاجة طبعا، خاصة بالتلاجة وكده الفريزر. وبحطها بقى طبعا ايه في الفريزر بتاعي. طبعا الموضوع ده بيسهل بقى طبعا عليك الشغل بصراحة. وبنستغل كمان فرصة ان لما بكون الطماطم مش غالية، فممكن ايه بنجيب كمية كده ونشيلها. هي بصراحة منفعة من جميع الجهات يعني. جبت كده زي علبة وحطيت الكيس كده جواها عشان ايه يسهل عليا ان انا احط طماطم بسهولة يعني. عملت ما شاء الله كمية كويسة، كمية اكياس اهيت. عملت كمان شوية مخللات كده جميلة. جبت الخيار غسلت كويس جدا جدا جدا، عشان ساعات بيبقى فيه رمل او حاجة كده. ونصيحة ما تقطعيش العنق بتاعه من الناحية دي، يعني من ناحيتين، يعني اللي هي الراس، يعني ما تقطعهوش عشان ايه يفضل محافظ على قوامه يعني. جهزت هنا المية بتاعتي، طبعا غليت مية وسبتها تبرد. على كل لتر هنحط 4 معالق ملح كبار، ملح خشن. وحطيت هريسة شطة حمراء انا عاملاها في القناة برضو. وحطيت معلقتين خل ومعلقة سكر. لما بيبرد ابتدي بقى ايه، انا رصيت كده الخيار بتاعي، انا حطيته سليم. انا في احيانا بقطعه عادي شرايح واعمله الخيار اللي هو المخلل السريع ده، ممكن ميه اغليها واحطها وهي مغليه سخنه كده. بحطها عادي على الخيار، ما شاء الله ممكن تاكلي منه بعد ساعه ساعتين، تاكلي منه يعني. ولكن انا حطيته سليم بصراحه. وحطيت شويه بقدونس كمان مع الخيار. وممكن تحطي في صوص توم لو تحبي يعني. جبت برضو اللفت برضو اهوت، نضفته وشلت طبعا الحاجات اللي هي الزوايد منه كده. وقطعته ورشيت عليه ملح خشن. وسبته في المصفى بصراحة يتصفى. شوفوا نزل المية دي. الميزة بتاعت ان هو يصفي المية ان هو بيفضل مقرمش، حتى لو طري برضو بيفضل مقرمش. طبعا اي حاجة فيه بتبقى عاملة زي ما يكون سفنج كده، طبعا بتخلصي منها يعني. ونفس المحلول اللي انا عملته هو نفس المحلول اللي حطيته على اللفت. و... وكمان حطيت بنجر. انا بحب لونه يكون بنفسجي كده قوي، فحطيت بصراحة بنجرتين يعني، قطعتهم وحطيتهم. انا هسيبكم بقى ايه تسمعوا الصوت بتاع القرمشة. ماشي. كمان الخيار بتاعي اهوت، طلعته وقطعته شرايح كده. وبرضو هخليكم تسمعوا صوت القرمشة بتاعته.
بس كده. وكنت انا عامله كمان مخلل جزر، وعملت كده خلطه كده مع بعضها، وحطيت عليه شويه هريسه كمان، وعبيته بقى طبعا في برطمان او في طبق وشيلته في التلاجة. عملت كمان شويه تفريزات كده، جبت كرومبايه ما شاء الله كبيره كده، قلت خليني ايه اسلقها واقطعها واشيلها في اطباق برضو في الفريزر، بنحتاجها وقت الازمات. وكمان بصراحه جبت برضو خضره برضو كتير، شبت وبقدونس وكزبره، وبرضو غسلتهم وصفيتهم وقطعتهم وحطيتهم في اكياس وشلتهم. مع السلامة.